السلام عليكم حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشيني قوي قوي من الفيديو اللي فات. نصلي على النبي حبايبي. النهارده هنشوف غدانا ايه النهارده باذن الله. انا بحب اي حاجه بعملها بشاركها مع حبايبي. النهارده نزلت للسوق. دي لحمه كانت عندي، مش ما جبتهاش، كانت عندي في الفريزر، طلعوها وغسلها. هنعمل النهارده محشي ايه؟ بتنجال ابيض واسود وكوسه وفلفل، فلفل رومي. انا جايباهم من عند ستي، عاملاهم لي، هما بيعملهم في السوق. تديها بقى 10 جنيه في الكيلو وبتعملوا. دي ملوخيه برضو، انا اعمل معاهم ملوخيه. انا جبتها برضو مقرطفه غسلتها. جبت برطمان صلصه، جبت الماجي، وجبت السمنه السايبه دي. انا بحب السمنه السايبه، بتبقى احلى من التانية. ايه ده فلفل اسود هطحنه. انا بحب اجيب الفلفل الاسود حاطه كده اهو واطحنه في البيت، بيبقى احسن. المطحون لما تجيبي المطحون من عند العطار بيبقى بارد مش حلو. جبت كيلو رز عشان نعمل بيه محشي برضو. جبت المكرونه دي شعريه. جبت المكرونه دي 3 اكياس منها. جبت بقى ايه هنا؟ دي الخضره عشان المحشي. واحده شبت، واحده كزبره، واحده بقدونس. مش عارفه، زودت لي الوليه الحزمه دي. انا قلت لها حزمتين، حزمه من الحاجه، وزودت حزمه واحده كده. ده البتنجان الابيض. ماشي حبايبي، انا هنسمي بالله ونبتدي بقى نشوف غدانا باذن الله مع حبايبي. انا نضفت الحاجه كلها وخرطت البصل ده، ضربته في الكبه. ودي الميه بتغلي عشان اللحمه. تعالوا بقى ايه نكمل حاجتنا معاهم. انا كنت فاكره بصور برضه نفس الموضوع حصل معايا. انا هنا بقى الميه غليت، حطيت بقى اللحمه وحطيت عليها البصل وحطيت عليها التوابل اللي بنحطها على طول. ده هي البصل بيتحمر اهو، يتحمر بقى يرجع بقى ذهبي كده اهو. هنحط بقى عليه القوطه. الصلصه نعمل ماجي. انا بعمل 3 ماجي. اعمل الملح واعمله حراق، اعمله لهم حراق. احط الفلفل، الشطه، التوابل بتاعت المحشي. عارفه جايبها لي خشنه ليه؟ على الصلصه
الكزبره والشبت والبقدونس نجيبهم نحط عليهم الرز. الرز انا غسلها مصفيه، خليها تبرد شويه لغايه ما نروق الدنيا ونقعد ايه نحشي. خلاص طفيت عليها كويس. عشان سخنه مش هقدر المسها بايدي، تبرد ونقعد نحشي على مهلنا. نحشي الكوسه الاول عشان الكوسه بتاخد سوا. شد الشوكه دي اللي بالسبوله عشان نزقه المحشي، وما تملوش، خلي بقى فراغ عشان ايه ما الرز ما يخرجش بقى يقع. كل كده بتنجال كده كله تخلي ايه مسافه، عشان كده كده الرز بيتزاد. وريتكم كده، هوريكم شويه وعشان مش هينفع افضل واقفه واحشي ده كله، لازم اقعد. بروق الدنيا كده اهو واقعد احشي براحتي. زق دي خلي فراغ كده، والفلفل من فوق، بعدين بتنجال وبعدين كده الفلفل من فوق في الفرغون. بص كده اهو. المحشي عملتها، عندي شوربة الفراخ، هعملها لها شوربة الفراخ بقى. يلا مش مشكلة، همسحها دلوقتي عشان الواحد يستعجل بصراحة. نشوف اللحمة. خلاص بقى شوية لما تغلي هنشوف هينفع ازينها ولا لا. المحشي ده كله شوية دلوقتي هينزل الحاجة تستوي ونرجع مع حبايبي. محشينا اهو كده يعتبر ايه استوى. خليه يغلي شوية لغاية ما نعمل الملوخية. الملوخية هنا عاملة توم اهو، توم وسوري، عاملة التوم والسمنة. الملوخية مع المحشي بتطلع ايه جميلة قوي. طازة لسه معمولة.
كل اكياس بتتباع ولكن ما بحبش الكيس، انا بحب الحاجه طازه طازه زي ما انتم شايفين كده. انا مش عارفه بتعجبني الطشه دي ساعات، يعني لما باكلهاش كتير الشطه بتاعتها دي بتعجبني. ننزل حبه التوم اللي لازقين دول. كل حاجه جهزت، بصوا ان شاء الله. الله اكبر. استنوا، شايفين يا جماعه؟ شايفين؟ تعالوا، انا غرفت البتاع، غرف لهم اللحمه. وما ياكلوا اللحمه دي، بس مش هياكلوا اللحمه اللي فيها ايه ده. مشيت الشوربه دي بيحبوا يشربوها في البيت. البصل شايفين جميل ازاي لنا النهارده. اكلنا النهارده اهو. يلا حبايبي، ما تنسوش اللايك والشير، ومع السلامه، واستنوني في فيديو جديد. مع السلامه حبايبي.